ارغي يا عم الأمور. اقفلوا المعبر تماما، بطلوا لو سمحتوا تفتحوا المعبر تاني، حتى لو ناس بتموت جوه يموت، احسن ولادنا يموتوا ولا التانيين يموت. ماليش انا احب احافظ على امن بلدي الاول. شو يا استاذ؟ شو هالخطر عجيبة؟ بطلوا تطبطبوا على غزه. بلاش. الارهاب بنقولها على طول ياتي من قطاع غزه، اوعى تفتكر من حته تانيه، من غزه. انا بقول لك بلاش. هو انتوا مش اسسوا بيت المقدس وجيش القدس وتنظيم اخواني ارهابي عشان تحرروها؟ بقول لك بلاش. اين الرصاص؟ اللي انت تدريباتك العسكريه دي ايه؟ بتتدرب في الاحراش وبتعملي صواريخ في شنك وتضرب بتاع في شنك، والفشنك بيقع في غزه، يعني يضرب صاروخ فيقع في الاراضي بتاعت غزه. عملنا جيش للقدس. طبعا القدس نادتك يا بطل. عملت ايه يا شاب يا لطيف منك ليه؟ عملت منك ليه ايه يا اخويا منك انت وهو؟ يا حبيبي عملت ايه بتاعك ده؟ ما تغلطش فيه، خليك بعيد، ما تكترش بالكلام. لو شغلوا تسلم الايادي اقول انهم فعلا بيحبونا. لن اصدق حماس الا لو شغلت تسلم الايادي. يلا انت ونصيبك بقى. غزه ترد. والله تحيه ليكم، انا تحيه والله، وتسلموا تسلموا بجد اللي انتوا عملتوه النهارده، لان هي دي الرساله الصح. انت عبيط ولا انا اللهبل؟ انا بقول لكم من هنا على الهواء كل التحيه ليكم، والله تسلم ايديكم، لانه انتوا النهارده بتردوا بجد الحق بتاعكم. وجع لاهلنا في فلسطين الجريحه. دعم الاشقاء والشعب الفلسطيني الشقيق. لا اله الا الله. انت يا عم هتقلقني ليه؟ اشقائنا الشعب الفلسطيني الموجودين في مصر مواطن مصري. لا يا راجل، عمره مصر ما اتعاملت معاه انه لاجئ فلسطيني ابدا ابدا. يا عليك، ده انا بهزر. القدس لنا، القدس لنا. 5 بالحب. يا للعار